طالما اعماركم وصلت 20 سنة كل واحد فيكم يقدر يختار المملكة اللي يحبها عشان يعيش فيها، بس لازم تفكروا بعناية عشان دي هتفضل حياتكم الأبدية. عمر انت اخترت المملكة ولا لسه؟ طبعا اخترت مملكة النار عشان اقدر احرق اي حاجة ممكن اسيحها في ثانية الا ثانية. انت بقى اخترت ايه؟ اخترت مملكة العواصف يا عمر عشان اقدر اطير براحتي واقدر اطير اي حاجة انا يا احبها. رب تتبسط في العاصف مع انها برد. استنى يا عمر عشان عايز. نعم يا بابا. انا فكرت انا ومامتك وقررنا ان انت تخش مملكة الرعب. ليه انا ما بحبش مملكة الرعب؟ دي كلها وحشة ما بحبهاش، بتكهربني. مع الوقت هتحبها، انا وامك اضرب مصلحتك يا عمر، لازم تسمع الكلام. حب ايه وبتاع يا عمر؟ لا 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 لا، انا اخترت مملكة النار ولازم ابقى من مملكة النار. النهارده احنا جمعناكم عشان نكلمكم عن فوائد كل مملكة وتختاروا المملكة اللي نفسكم فيها. احنا في مملكة المية بنقدر نتنفس تحت وكمان نكلم بعضنا من تحت المية. احنا بقى في مملكة الشمس دايما طول عمرنا بنفضل على الشمس وبنشوفكم صغيرين قوي. واحنا بقى في الرعد ما بنحتاجش الكهرباء خالص، طبعا انتوا فاهمين ليه. دلوقتي كل واحد يقول المملكة اللي عايز يخش. انا عجبتني المية وهختارها. وانا عجبني الرعد وعايز اختاره. وانا